لما امتحان الفيزياء بتاعك يبدأ وتتفاجئ ان ده هو اول سؤال عندك في الامتحان، فتقرر انك ما تكملش الامتحان وتروح. ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. هحل معاك حوالي 5 او 6 اسئله كده في الفيزياء الحديثه، وايه ركز معايا بقى وهات لك خربوش الشاي خليه جنبك، ولو معاك ورقه وقلم علشان تسجل الملاحظات اللي هتتقال. اول حاجه بيقول لك اذا زاد تردد الفوتونات الساقطه على سطح فلز ما، فان المقدار الذي لا يتغير من المقادير التاليه هو. مديك 4 حاجات وفيهم حاجه واحده بس هي اللي مش هتتغير، وهل هي طاقة الفوتون الساقط ولا طاقة الإلكترون المنبعث ولا سرعة الفوتون الساقط ولا سرعة الإلكترون المنبعث؟ هديك مثلا 5 ثواني تفكر لأن السؤال ده سؤال سهل، والإجابة هي سرعة الفوتون الساقط، وهتبقى رقم ج. ركز بقى معايا في السؤال ده لأن السؤال ده ليه علاقة بالمنحنى بتاع بلانك. بيقول لك في منحنى شعاع الجسم الأسود لو نقصت درجة حرارة الجسم فإن إيه اللي هيحصل بالنسبة لقمة المنحنى وفي نفس الوقت هيحصل مع المساحة تحت المنحنى. أول حاجة قمة المنحنى هل هتزاح إلى منطقة الترددات الأعلى، في الوقت ده المساحة بتاعة المنحنى هتزداد، ولا قمة المنحنى تزداد إلى منطقة الترددات الأعلى والمساحة تحت المنحنى تقل، ولا قمة المنحنى تزاح إلى منطقة الترددات الأقل والمساحة تحت المنحنى تزداد، ولا تزاح إلى منطقة الترددات الأقل والمساحة تحت المنحنى تقل؟ طيب فكر كده معايا وقول لي الإجابة هتبقى إيه. الإجابة هتبقى رقم د، تزاح إلى منطقة الترددات الأقل، ده بالنسبة لقمة المنحنى، والمساحة تحت المنحنى هتقل. السؤال اللي بعد كده بيقول في ظاهرة التأثير الكهروضوئي السرعة العظمى للإلكترونات المنبعثة من سطح الفلز نتيجة سقوط ضوء عليه تتوقف على. مديك 4 اختيارات أ وب وج ود. أ شدة الضوء الساقط، ب شدة الضوء الساقط وتردده، ج تردد الضوء الساقط وطبيعة السطح، د شدة الضوء الساقط وتردده وطبيعة السطح. فببساطة شديدة كده الإجابة هتبقى ج تردد الضوء الساقط وطبيعة السطح. ركز في السؤال ده، بيقول عندما يتحرك جسيم مشحون تحت تأثير مجال مغناطيسي منتظم عموديا عليه فإن إيه اللي هيحصل؟ هل تتغير طاقة حركته وكمية تحركه، ولا تتغير طاقة حركته ولا تتغير كمية تحركه، ولا تتغير كمية تحركه ولا تتغير طاقة حركته، ولا كمية التحرك وطاقة الحركة هتكون ثابتة؟ الاتنين هيكونوا ثابتين. طيب ببساطة شديدة كده الإجابة هتبقى رقم ج تتغير كمية تحركه ولا تتغير طاقة حركته. والسؤال اللي بعده بيقول سقط ضوء أحاد اللون على سطح معدن، السطح ده انبعث منه إلكترونات، طاقة الحركة العظمى ليها إيه؟ فلو تضاعف تردد الضوء الساقط فإن طاقة الحركة العظمى للإلكترونات المنبعثة تكون إيه؟ هل هي إيه ولا أقل من إيه ولا أكبر من إيه؟ طيب طبعا احنا عارفين ان التردد والطاقة بيتناسبوا طرديا، والتردد والطاقة مع طول الموجي بيتناسبوا عكسيا. طب بالنسبة للتردد والطاقة يبقى هتكون اكبر من ايه؟ طيب التردد زاد بالتالي الطاقة هتزيد، فالطاقة اللي هتنبعث هتكون اكبر من ايه؟ السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين أقصى طاقة حركة للإلكترونات المنطلقة من سطح فلز وتردد الضوء الساقط عليه، فتكون وحدة القياس النسبة بين قيمة النقطتين 2 و1 هي. هو عايز النسبة من 2 ل1. تمام، هسيب لك تجاوب السؤال ده في الكومنتات وتقول لي الإجابة ايه، واللي هيجاوب صح أول واحد هطلع معايا في الفيديو المرة اللي جاية. تمام، ولو عندك اي سؤال اساله لي في الكومنتات، وهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي اعمل له فولو واسالني هناك، برد على كله. وما تنساش تشير الفيديو ده لاصحابك علشان الكل يستفيد. بس كده، نهارك ابيض، سلام.